لقاء الزمالك وبيراميدز، لقاء ما يقبلش الاسم على اتنين، واللي هيكون يوم الخميس الجاي. بس انا جاي اقول لك على المفاجأة الكبرى. ايه هتسخ فوسي؟ ان احنا هنعرف يوم الاتنين مين هو بطل الدوري. يا جدع الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ ما انتش مصدقني؟ لا. طب تعالى اثبت لك. تعال. دلوقتي المعمعة هتبدأ يوم الخميس بلقاء الزمالك وبيراميدز، وتعالى نحط شوية تخيلات. الأول تعالى أعرفك موقف الفرقتين في الجدول قبل ما نبدأ على تفاصيل المباراة. الزمالك داخل في الصدارة ب46 نقطة، وبيراميدز 44، والأهلي 44، بس مريح الجولة دي. فبالتالي لو الزمالك قدر يفقع بيراميدز الفقعة اللي هي مبروك عليه وهرب بالصدارة الفرق 5 نقط. ونيجي بقى لليوم الأهم، وهو يوم الاثنين، اليوم اللي هنعرف فيه مين هو بطل الدوري. فاحنا قلنا ان احنا هنتخيل ان الزمالك كسب ووصل للنقطة 49، والاهلي 44 هو وبيراميدز. عندك يا رجولة يوم الاثنين الساعة 5 بتوقيت القاهرة، ماتش حاسم ماسم لاسم مع انبي، لابد ان احنا نكسبه. واحد هيجي يقول لي يا عم الناس دي انبي يعني صباح الفل. هقول لك ملعبتنا عملت كده برضو الدور الاول، واتفقعنا وخسرنا 3 نقط. فانا هفترض معاك ان معتمد جمال في كامل تركيزه هو ولاعيبه الزمالك الرجاله، وهيقدروا يوم الاثنين يخزنوا الانابيب البتروليه، فتوصل انت للنقطه 52. وتيجي بقى المفاجأة في نفس اليوم اللي هو يوم الاثنين، لقاء الاهلي وبيراميدز، اللي لو مشت الخطة كما يجب هيكونوا الاثنين عندهم من النقاط 44 نقطة. فبالتالي الاثنين لو اتعادلوا كل واحد 45 وانا راجل 52 نقطة، يعني باي باي يا كمبورة، تبقى فرق 7 نقط، يعني باي باي يا قلبيش. اما اذا حصلت مثلا وبيراميدز قدر ينتش الاهلي كما هو المعتاد، ففي الحالة دي بقى على الاهلي انه يخاف على المركز الثالث من سيراميكا، وحتى الكونفدرالية اللي بيتريقوا عليها شكلهم مش هيلعبوها. اما اذا الاهلي عملها وكسر اللعنة وقدر يكسب بيراميدز، ده كان كده ففي الحالة دي يا رجولة يبقى الاهلي زحلنا بيراميدز من المنافسة، ويبقى حسم الدوري في لقاء القمة، وتعالى لي فارس لفارس والدكر يدمدم التاني. تعال. ولو وصلت معايا لحد هنا تبقى انت راجل برنس البرنسات وتوب التوبات، وما تنساناش في اللايك والاشتراك، وسلام.